يا صباح الورد والفل والياسمين، وبالنسبة للناس اللي بتشوفني بالليل يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى اخوات وعلى أحلى متابعين في الدنيا كلها. ربنا يخليكوا ليا، وشكرا لمتابعيني اللي هم من كل الدول العربية اللي بيدعموني. آه، ربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمة ويخليكم ليا، وبجد ربنا عوضني بيكم، وربنا يكرمنا كده وأسرتنا تكبر كمان وكمان بيكم وليكم إن شاء الله. يلا بقى، جينا بعد الغيبة الطويلة دي عملنا حبة ورق عنب، حاجة كده ايه، لوز اللوز. شايفين ورق العنب بيلمع ازاي؟ ما شاء الله، ده لسه أول طلعة ليا لعمل المحشي السنة دي. أول مرة أعمله يعني معاكم. ان شاء الله هنعمله بقى ايه يعني، تكات كتير كده مع بعضينا بالكوارع بقى ونروق الدنيا، بس ربنا يكرم ان شاء الله. عملناه هنا. بصوا بقى الجمال والحلاوة. طبعا في ورق كبير وورق صغير على حسب حجم ورقة الورق العنب يعني. تمام، بصي هنا بقى هقطعهولك. شايفة طالع مفلفل ازاي؟ ثواني هقربهولك دلوقتي. بصي عاملة ازاي الرز طالع مفلفل، الورقة الحمد لله رب العالمين مش مقطوعة مش مهرية، حاجة كده جميلة وتشرف. بس كان نفسي انزله لكم ينزل كده بالشكل بقى ومرصوص وكلام كده، بس عشان حبة صغيرين فتفركشوا في الصينية، فحبيت اوريه لكم زي ما احنا هناكلوه يعني، او زي ما احنا كلناه يعني. يلا بينا نسمي الله وندخل على الفيديو ونشوف عملنا الخلطة ازاي. جبت حلة على النار، حطيت فيها مادة دهنية، يفضل سمنة بلدي، لو ما فيش مشكلة. حطي المادة الدهنية اللي تعجبك. البصل، دول بصلتين انا عملتهم في الكبة، تقدري تبشريهم وتقدري تقطعيهم على ايدك، يعني تقطعيهم تقطيع ناعم. تمام. نزلت عليهم وانا بفرمهم بحبة ملح صغيرين خالص، علشان خاطر ايه، البصلية تنعم وتدبل. انا مش هديلها لون، بس هخليها تبقى كده ايه، بينك شوية زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزاها لون، تاخد لون خالص. انا بس هشوحها. تمام. وهنزل دلوقتي بمعلقتين صلصة علشان اطير المواد الحافظة بتاعتها. يعني المحشي بيحب الصلصة، المحشي بيحب الصلصة. ممكن تكون انتي صلصة تكون انتي عاملاها، او يعني ايه، آه تكوني مركزة طماطم يعني. تمام. انا بقى هنا النهاردة هحط الاتنين. خلاص طيرت المواد الحافظة ودخلتها كده مع البصلة، خدت تقلبتين حلوين. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع طماطم. ضربته في الخلاط بالقشور والبذور بتاعتها وما صفيتهاش، يعني حطيتها زي ما هي كده. تمام. هخليها بقى ايه، تقعد تتسبك كده وتاخد وتدي مع نفسها لحد لما تنطر قدامها. هنا حطيت مكعبين مرقة لحمة ماجي، مش عايزاهم سيبيها خالص ما تحطهاش. هنا نزلت بمعلقة شاي كزبرة ناعمة، معلقة شاي فلفل اسمر، دي ربع معلقة كمون. هحط نص معلقة ورق لوري مطحون، دي 7 بهارات على جوز الطيب مطحونة، برضو بتدعم الصلصة، بتخلي طعمها حلو جدا. تمام. هنا بقى هنزل بمعلقة ونص ملح، وما تنسوش ان مكعبات مرقة الدجاج كمان فيها ايه، فيها ملح. فشوية كده بس لما تتسبك شوية وتتجق كده، هدوق الملح بتاعها واشوفها اذا كانت محتاجة تاني هضيف، لان انا عاملة كمية الصلصة دي كلها على كيلو رز، وكمان اتبقى عندي صلصة هشيلها للمرة اللي جاية ان شاء الله باذنك يا رب. هنزل لكم بتخزين الصلصة بالخضرة بتاعتها كمان. اي وقت عايزة تعملي فيه محشي طلعي الكيس وحطيه على الرز وتوكلي على الله. بصوا هنا بقى بقول لكم ان هي ايه، خلاص اتسبكت ونطرت الايدام بتاعها. طالما نطرت الايدام بتاعها كده فوق الوش، تعرفي ان انتي الصلصة بتاعتك كده خلاص جاهزة. تمام. انا ما طفيتش عليها. دول بقى ايه، حزمة كزبرة وحزمة بقدونس وحزمة شبت، بس ايه، حزمة كده كبيرة عمرانة يعني، ما شاء الله لا قوة الا بالله. عايزة انتي بقى تقللي الخضرة دي، حاجة في ايدك انتي وحاجة ترجع لك. انا بقى بخليها تاخد غلوة بس وخلاص، وبسيبها بقى كده، ركنتها على العين الصغيرة. وهنا بقول لكم ان انا جايبة ورق عنب بفرز جاهز يعني. تمام. ده محطوط في محلول كده، مادة محلول ملح يعني.
تمام ومادة حفظ. فانا هشيل بس الباقة اللي هم عاملينها، هنزل فيها 30 ثانية في مية مغلية على النار زي ما انت شايفة كده. انا مجريه الفيديو حاجة بسيطة خالص، بس والله هم فعلا 30 ثانية، عشان انا مش عايزة الورق يستوي، لان هم شايلينه اصلا مستوي. تمام. فانا بس بحطه في الميه السخنه علشان ينزل بس الماده الحافظه بتاعته، واللي هو ايه اضمن ان هو يعني ان شاء الله ما يطلعش ناشف معايا بعد لما احشيه. خلاص هو هنا ما بيلحقش ياخد غلوه 30 ثانيه، وبروح جايه شايلاه حاطه في الطبق. ممكن تحطيه في مصفى عشان توقفي التسويه بتاعته، تحطيها تحت الحنفيه. تمام. وممكن لو انت ما خليتوش غلي قوي تسيبيه زي حالتي هنا. ماشي. معايا هنا كيلو رز مصري مغسول ومش منقوع. خلاص غسلته وسبته كده ايه 10 دقايق بس يعني يتصفى من المية بتاعته. ودي الصلصة بتاعتي كانت لسه برضو ما بردتش قوي، بس انا عايزة اشتغل بيها، ما عنديش وقت للأسف. فباخد من الحل عندي الصلصة اللي تكفي الرز، مش عايزاها تبقى كتير قوي عشان خاطر اعرف احشيه واعرف الفه. تمام. هنا بقى خدت حبة الصلصة بتاعتي، قلبت شوية، وبعد كده بقى رحت بقى فين، انا اختفيت فين دلوقتي. رحت افرم بصلايه وطماطميه على حبه فلفل اسمر. ده بقى اللي هيديكي حلاوه المحشي بتاع الني في ني. فاكرين المحشي بتاع زمان بتاع اجدادنا بقى، بس ده بطريقتنا احنا، عملنا ميكس المتسبك مع الني في ني. مش قادره اوصفلك، كان نفسي يعني يبقى في تقنيه اللي بيها تشموا بيها ريحه الخلطه، يعني حاجة كده مش تشوفوها بس تشموها كمان. شايفين دي كده الصلصة بتاعتي اللي انا بفضلها، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، بحبها حمرا. هنا بقى بوريكم ايه يعني احنا بنحشي ازاي لبناتي الحلوين اللي لسه كتاكيتي اللي لسه ما بيعرفوش ايه يحشوا ورق العنب. بتجيبي ورق العنب، بتحطي الحتة الناعمة تحت على الطبق، وبتحطي الخشنة اللي بتحطي عليها الرز زي ما باين كده، الخشنة دي اللي فيها العروق بارزة. دي طريقة تانية بتحاولي تطبقيها زي المنديل كده، الجنبين اللي مفتوحين من تحت تضميهم على اللي فوق وتاخدي الجناب وتلفيها. بصي هتطلع معاكي شبه السيجار ايه مشدودة وحلو. هنا بقى دي الطريقة المفضلة ليا انا اللي بحب احشي بيها. بس كده شفتي عاملة ازاي؟ انت قدامك كده وقدامك كده، عايزة تحشي على الطبق هتحشيه بسرعة الصاروخ ما شاء الله. لو كيلو ورق عنب هتعمليه. هنا بقى ايه، لو عندك لحمة طبعا او عندك فراخ او شرايح لحمة بتحطيها تحت، اللي هي بقى ايه فوق الليمون. ولو هتحطي لحمة تحطي شرايح بصل. طبعا انا ما حطيتش حاجة وما عملتش بحاجة خالص. بصي بقى كان عندي شوربة حطيت عليها معلقة صلصة وظبطت الملح بتاعها وحطيت العيد بتاعها بالظبط على ورق عنب. اوعي تخلي الشوربه بتاعتك او الميه بتاعتك فوق اخر صف من ورق العنب او فوق اخر صف من الكرنب يعني، او اي نوع محشي، ورق خاص بقى ورق سلق، شوفي انتوا بتعملوا ايه. المهم تخلي يا دوب باين من الصف اللي تحتيه اللي قبل الاخير. تمام. دول بقى حبه ورق العنب بتوعنا اللي احنا عملناهم. وهنا بقى جيت ايه قال يعني اقلبهم معاكم بقى وهينزلوا بقى يعني حاجه كده بروفيشنال. يلا ماشي الحمد لله، المره الجايه ان شاء الله. عشان هم حبه صغيرين اتفركشوا في الصينيه، بس يلا نعمه ورضا الحمد لله رب العالمين، مش مشكله، حلوه الطبيعه احسن يعني. اهو احنا بقى بناكله كده، شايفين البخار طالع عامل ازاي؟ والله العظيم كان حبه ورق عنب ما شاء الله، لو كنت اتنسف ونسف ما شاء الله، وببهارات بسيطة وبخلطة بسيطة ومن غير افتكاسات بقى ولا اي حاجة خالص. ده المحشي ورق العنب بتاعنا اللي على الطريقة المصرية، اللي من غير التوم ولا بطاطس ولا دبس الرمان ولا الحاجات دي كلها. احنا عندنا المحشي المصري بتاعنا بيتميز بالخضرة وخصوصا الشبت. اخواتنا العرب في سوريا او في العراق بيحطوا لحمة مفرومة، بيحطوا دبس الرمان، بيحطوا توم. ما شاء الله يعني كل بلد وليها الطريقة بتاعتها، وكلها نعمة ورضا من عند ربنا. وهي دي ميزة من مزايا اليوتيوب، ان احنا نشارك بعض وصفاتنا المختلفة
يا رب تكون وصفتنا النهارده عجبتكم. ما تنسوناش في اللايك اذا الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واستودعكم الله. السلام عليكم.